كبسة الفراخ دي سهلة وسريعة وعملتها لكم في حلة واحدة، بس ايه بيرفكت. نسمي الله وبدون مقدمات كتير. هنجيب الحلة بتاعتنا اللي هنعمل فيها كل حاجة. هننزل بحبة زيت، وننزل بمعلقة سمنة بلدي، وننزل عليهم بثلاث حبات مستكة، وننزل عليهم بالبهارات السيحة بتاعتنا. عندنا قرفة وليمون لومي وثلاث حبات حبهان وحبة قرنفل. نقلبهم برضو كده تقليبة خفيفة، وننزل عليهم ببصلايه كبيره متقطعه مكعبات صغيره. نقلب البصل ده كده لحد ما يدبل معانا. اول لما البصله بتاعتنا تبدا تدبل كده هننزل عليهم بالجزر. معانا جزرايه كبيره مبشوره، نقلبهم برضو تقليبه كده مع بعض. وننزل عليهم بقرن فلفل صحيح، وننزل عليهم بواحده من مرقه الزعفران. مرقه الزعفران دي انا اختي بتجيبها لي وهي جايه من الامارات، بس بتدي الاكل طعم تحفه تحفه يا جماعه. وننزل بمعلقه ونص من توابل الكبسه، بهارات الكبسه الجاهزه هنجيبها من عند اي عطار. نقلبهم برضو مع بعض كده كلهم، وننزل عليهم بوراك الفراخ بتاعتنا، نشوحهم 5 دقايق بس كده في الاول. وننزل عليهم بقى بميه سخنه بتغلي. هنغطي الفراخ فوق الفراخ بحاجه بسيطه، نغطي عليها ونسيبها تستوي حوالي 40 دقيقه. الفراخ بتاعتنا بقى خلاص استوت اهي. هنرفعها من الحله، ونجيب عندنا كوبايتين رز بسمتي مغسول مغسول مش منقوع. نقلب الرز كده كويس قوي، ونرجع الفراخ تاني فوق الرز، ونغطي عليه ونهدي النار لحد ما الميه تشرب والرز يستوي. بعد ما الرز بتاعنا اتشرب واستوى كده الاكله بتاعتنا بقت جاهزه على الاكل، وبألف هنا وشفا.